بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأعزاء، مع آية جديدة، مع عبرة جديدة. اليوم إن شاء الله نقف مع الآية من سورة البقرة في الآية 213 في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تأمل جيدا هذه الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. لماذا أنزل الله عز وجل الكتاب؟ ولماذا أرسل الرسل والأنبياء؟ لأن الناس ستختلف والناس ستتفرق، فدور الأنبياء ودور المرسلين ودور رجال الدين أن يجمعوا دائما الناس على قول واحد أو على عمل واحد، أو نقول على عمل متقارب أو فكر متقارب، ويذيبون بينهم عوامل التفرقة وعوامل الصراع والتشرذم وغيرها. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لكن من الذي اختلف في الكتاب وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه؟ لماذا؟ أو من بعد ماذا؟ من بعد ما جاءتهم البينات. لماذا؟ بغيا بينهم. إذن ثلاث أمور ينبغي أن نقف عندها. سبب تفرقة هذه الأمة هم رجال الدين. لماذا؟ لأنهم تفرقوا في الكتاب. من بعد ماذا؟ من بعد ما جاءتهم البينات. من المفروض أن الإنسان لما تأتيه البينات الواضحات والدلائل الباهرات من المفروض عليه أن ينصاع لها. فما الذي جعل هؤلاء الرجال يتفرقون؟ الله سبحانه وتعالى قال: بغيا بينهم. البغي هو الظلم، هو الاعتداء على الآخر، هو سبب تفرقة الأمة. فمن الذين فرقوا الأمة إذن؟ هل المغنيين؟ هل الممثلين؟ هل رجال الفن؟ الله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء رجال الدين هم الذين كانوا السبب في تفرقة الأمة لما تفرقوا في الدين وكانوا شيعا. ولذلك الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فهذه الآية مدعاة حقيقة إلى أن نتأمل فيها جيدا، وأن لا يجعلنا الله سبحانه وتعالى ونحن ندعو الناس إلى الخير، ندعوهم إلى هذا الدين، أن لا يجعلنا سببا في تفرقة الأمة. إذن الله سبحانه وتعالى يؤكد أن هؤلاء كانوا سببا في تفرقة الدين. أما الذين آمنوا، الله عز وجل قال عنهم: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ما معنى اختلفوا فيه من الحق؟ يعني ما معنى ذلك أنهم خالفوا أصحاب الأهواء، خالفوا أصحاب البغي، خالفوا أصحاب الاعتداء، خالفوا أصحاب الآذى، فاختاروا الآراء التي يرونها أنسب وأليق بالدين وأقرب إلى الحق. اختاروا هذه الآراء، فالله عز وجل هداهم دائما بسبب محبتهم للخير وحبهم للآخرين وحب هداية الآخرين. هم لا يريدون أن يضل الآخرون،
فيتشفون فيهم ويقومون بسبهم ولعنهم وشتمهم على المنابر وفي الكتب وغيرها. لا، هم يتمنون لهم الخير، فالله سبحانه وتعالى هداهم إلى أن اختاروا الرأي الصواب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا سببا في تفرق هذه الأمة.